بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنتكلم عن كنت قاعد مرة مع أحد أصحابي يعني، وبعدين بيسألني عن أنا نفسي أربي كلب، وأنا ولادي هيموتوا ونجيب كلب في البيت والكلام ده. فقلت له طب خد بالك، لأن تربية الكلب دون ضرورة أو دون حاجة حرام، والحديث ذكر في البخاري إن من اقتنى كلب دون حراسة أو صيد فينقص من أجره قيراط كل يوم. وفي رواية تانية وفي برضو حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صور. فقال لي لا 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 لا، أنا بقول لك إيه، أنا موضوع فكرة إن أنا أصدق أحاديث واخد بالك من 1400 سنة، وإن واحد كتبها بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات ب 200 سنة، ده كلام ما يخش العقل. طبعا لغى السنة ولغى علم الحديث اللي هو فيه طبعا الأسانيد وعلم الرجال وكل اتفاق الأمة عليه عشان خاطر عايز يربي كلب. يعني واحد لغى كل حاجة عشان يربي كلب. طبعا هو الكلام اللي قاله كلام طبعا خطأ تماما يعني، لأن طبعا البخاري مش هو أول واحد كتب الحديث. يعني صح أن كان عبد الله بن عمرو كان عنده صحيفة اسمها الصادقة، وكان يكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قريش نهته قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا الحق، أو ما فيه إلا الحق اللي هو الأحاديث. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده صحيفة، وكان حتى اسمها الصحيفة، وكان يقول والله ما عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. وبرضه لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وطبعا أبو هريرة وغيرهم من الصحابة كان عندهم كتب وصحف بيكتبوا فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا فكرة إن البخاري هو اللي كتب ده كلام فارغ. فكان في كتاب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ده كان قبل البخاري برضه. وهو طبعا كأمير المؤمنين هو أول من أمر بتدوين الحديث. فذهب لابن حزم رحمه الله قال له اكتب كل ما تعرفه عن من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من كتب الإمام الزهري، فبرضه دول جم قبل الحديث. ثم بعد ذلك ظهر المصنفات زي الموطأ الإمام مالك، وزي مسند الإمام أحمد، ومصنف أبي شيبة والصنعاني، كل دول قبل البخاري. طب البخاري عمل إيه زيادة؟ ليه الناس عظمته، وليه علماء عصره وشيوخه يعني دافعوا عنه وبالعكس وعظموه وقالوا ده أصح الكتب وما إلى ذلك؟ لأن البخاري وضع شروط شديدة في صنع صحيح البخاري. هو كل عمله جمع أحاديث، جمع يقال 600 ألف حديث، ثم انتقى منهم حوالي 4-5 أحاديث. البخاري صحيح البخاري فيه قرابة فوق 7000 حديث، لكن بالمكرر لو شلنا المكرر منهم هيتبقى حوالي 4.5 ل5000 حديث. وحط شروط شديدة جدا، قال لك لازم يكون في اتصال للسند، ما فيش أي انقطاع، ويكون في ثبوت اللقاء بين الرجل والآخر. ودي برضو حاجة صعبة جدا انت تثبتها. فلم يضع حديث واحد في الصحيح الا طبعا كان يقول كنت اتوضا واصلي ركعتين، والا هو متاكد مليون في الميه ان هي ايه صحيحه. طبعا ففكره ان اقول لا والله البخاري كتب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم، دي شبهه صعبه يعني ضعيفه جدا، وشبهه واحد حتى ما قراش حتى كتب دين ولا اي حاجه، لكن انا عايز اربي كلب فضعفت الحديث كله يعني. فطبعا دي اول نقطة عايزين نتكلم فيها. طب هو ليه بقى مين الناس أصلا اللي بتنتقد البخاري؟ اللي بينتقد البخاري نوعين من الناس، يا إما شاف أحاديث أو إن الحديث عموما عكس هواه. يعني كل مثلا بيبقى عايز يعمل حاجة حرام فنقول له خد بالك بلاش، يقول لك ليه؟ ما دي مش موجودة في كتاب الله. يقول طب يا عم دي فيها حديث، يقول لا 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 أنا ماليش فيها موضوع الأحاديث ده. فإما حاجة عكس هواه، يا إما هو أصلا متبع لفرقة زي الشيعة وزي المعتزلة وغيرهم، ودول بيكرهوا أهل الحديث، لأن برضو الأحاديث فيها حجة على ضعف طبعا يعني موقفهم، وعلى طبعا قلة طبعا يعني دينهم، لأن هو بيحتج بأمور بره الحديث. فإما يكون تبع فرقة غير أهل السنة، إما إن هو يكون عكس هواه. طب النهاردة مش معقولة هيهاجم الترمذي، مش معقولة هيهاجم ابن ماجه أو النسائي، لا احنا نهاجم الرأس أمير المؤمنين في الحديث، نهاجم البخاري. طب البخاري لو انت النهارده هتنتقد نقد علمي نقول لك تمام. يعني الدراقطني عمل كده، ويعني انتقد في 4-5-6 أحاديث، وجي ابن حجر العسقلاني قال لك لا على فكرة الرأي الأصح للبخاري. بس الدراقطني انتقده نقد علمي، لكن فكرة ان انا اقعد كده
يعني زي صاحبي ده كده قعد كده فاهم وفرد ضهره وقال أنا ماليش في الأحاديث، هات لي في كتاب الله شيء يحرم تربية الكلب في البيت. هو ده بالضبط في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كده بالضبط. يوشك أن يأتي رجل شبعان يستريح على أريكته يقول عليكم بكتاب الله فما رأيتموه حلالا فأحلوه وما رأيتموه حراما فحرموه ألا إني قد أتيت هذا الكتاب ومثله معه اللي هي السنة. وبعدين فكرة ان انت تلغي الاحاديث دي انت كده لغيت الدين. طب انا هطلع زكاتي ازاي؟ ما هو ال2.5% دي من الاحاديث. هصلي الظهر 4 ركعات ازاي؟ والعشاء 4 ركعات ازاي؟ طب ما دي من الاحاديث، عرفناها من الاحاديث وحاجات كتير. وبعدين انت كده بتنتقص في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو انت انا همشي على كلامك ان القرآن بس، طب كان نزل القرآن جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وادانا القرآن واحنا قرينا القرآن وفسرناه وخلصنا. انما النهارده انت بتلغي 23 سنة من الدعوة، بيعلم الصحابة وبيحارب معاهم وبيقول لهم يعملوا ايه ويقرهم على اشياء، وكل ده انت لغيته. لغيت 23 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ادق التفاصيل. تدخل الخلاء بانهي رجل وتخرج بقى وتقول ايه قبل ايه وايه الاذكار الموجودة، وتقول قبل الجماع ايه وقبل الاكل ايه وقبل الشرب ايه وتعمل ايه في حياتك عموما. تفاصيل كتيرة جدا. احنا ما في الأمة إلا وتحسد أهل الإسلام وأهل السنة تحديدا على علم الحديث. علم يعلمكم، اليهود قالوا كده، نحن يعني نحسدكم على علم الحديث، يعني فيه كل تفصيلة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تدخلوا الخلاء بأنهي رجل. فدي مسألة عظيمة. أنا لما بفكر بشكل حيادي أقول أنا النهاردة كمسلم عندي قرآن وعندي سنة، فأنا راجل كده إيه متحصن كويس، عندي دين أقدر إن أنا أعتمد عليه. لكن فكرة إن أنا أقول مفيش أحاديث خالص، يا خبر أبيض أنت هعيش إزاي؟ أنت معيشني بس بالقرآن. القرآن طبعًا على راسنا كلنا، بس تفاصيله صعبة إن أنا أقدر إن أنا أتعامل فيها في الحياة اليومية. فجاءت السنة، فطبعًا إنكار السنة وأقول بس إحنا نأخذ بالقرآن، ده بالضبط اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرته. فطبعًا دي كانت حلقة بس بسيطة بتتكلم على ليه الناس بتهاجم البخاري وليه عايزين يخبطوا السنة والحديث في مقتل. لكن طبعا هيهات طبعا احنا الحمد لله عندنا علم الحديث علم قوي جدا، والعلماء يعني اجتمعت الأمة على يعني أن صحيح البخاري ده كتاب قالوا عنه أصح الكتب بعد القرآن. ما قالوش إن هو زي القرآن، ما قالوش إن البخاري معصوم، قالوا أصح الكتب وتلقته الأمة بالقبول. ففكرة إن أنا أجي بعد القرون دي كلها وابتدي إن أنا اعترض عليه اعتراض هوى، لا طبعا ده كلام غير مقبول. يعني زي ما انا كده، انت مثلا خريج تجاره وبتعترض على دكتور مجدي يعقوب في طريقته في مثلا اقامته لعمليات معينه مثلا للقلب. يعني انت مش هقلل من كليه التجاره، بس انا بقول لك ما ينفعش ان انت تتكلم على امور فنيه بالشكل ده وانت ما درستش. ادرس دراسته واعرف هو ليه بيعمل الكلام ده في العمليه، وبعد كده يقول والله لا انا انتقد الحته الفلانيه. زي ما الدرقطني انتقد البخاري. لكن انت النهارده جاهل لعلم الحديث وعلم الاسانيد وعلم الرجال وعلوم التخريج والجرح والتعديل وكل العلوم دي، وجاي النهارده تناطح في مساله تلقتها الامه وعلماء الامه بالقبول. اعتقد ده كلام مش عقلاني ومش منطقي وصعب ان انا اقتنع بيه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك. السلام عليكم.